السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة. بصوا بقى، انا عارفة ان انا متأخرة عليكم في الفيديوهات ديت، بس معلش اعذروني. بصوا، ده كان يوم الذبيح بقى. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة عيد الأضحى، ويعود علينا الأيام بخير يا رب. اليوم ده طبعا ذبحنا الجزار جنة، وذبح الجدي بتاعنا الصغنون اللي احنا كنا مربيينه، واشتغل فيه طبعا ايه. هو بقى عارف هو بيعمل ايه. تمام. عايزة منكم دعوة حلوة بقى لطلاب الثانوية العامة، وفي الأيام المفترجة الجميلة اللي احنا فيها دي. بصوا، هنا كان سلغ بقى وإيه، وعمال بيفتح بقى يجيب الكرشة والحاجات اللي جوه. وأنا حبيت أوثق الفيديو دوت عندي في القناة، لأن احنا بنذبح بقالنا كذا سنة، بس أنا مبصورش صراحة. فحبيت إن أنا إيه، أصور وأوثقه عندي في القناة. عايزة أقول لكم إن اليوم ده طبعا يوم عظيم، طبعا يوم عرفة. وبنبقى كلنا يعني عايزين، بنبقى بندعي بكل حاجة نفسنا فيها. كل سنة بدعي ان ربنا يكرمني طبعا بأضحية اكبر من دي، وان شاء الله واثقة ان ربنا هيديني صراحة يعني، وهيبقى بدل الجدي 2 ويبقى عجل. واثقة ان ربنا هيحقق لي امنيتي. بصوا طبعا بقى، هو بيفضي بطن الجدي، واللي مش بيحب بقى المناظر دي بقى ممكن يجري الفيديو، بس انا حبيت اوثق كل لحظة هو عملها. واهو، يلا بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. طبعا عندي كل فيديوهات العيد هنزلها لكم واحدة واحدة كده. يعني قلنا ايه، معلش الفيديوهات متأخرة، بس ان شاء الله هننزل كله ان شاء الله. بصوا بقى، بيجيب الكبدة والرئة والقلب والكلاوي كل الحاجات اللي في بطن الجدي. عايزة بقى اشوفكم في الكومنتات تقولي اللي دبح ايه، وقضيتوا يوم عرفة ازاي، وصلوا على الرسول كمان في الكومنتات. ده القلب اهو، بصوا بيجيب القلب اهو، شايفين اهو. اللهم صل على النبي. لا، دي الفشة بتاعت الجدي. عايزه اقول لكم طبعا ان الجزار يعني معرفتنا وكده بيذبح لنا على طول، فهو عارف هو بيعمل ايه صراحه. من الناس المحترمه اهو. بدأ بقى ايه، ينضف وخلص، بدأ بقى يقطع اللحمه. طبعا انا ما جبتش وانا بكيس ولا بوزع ولا اي حاجه، هو مجرد بس ان ايه، يعني ايه، الفيديو بيبقى طويل قوي، فانا قطعت منه كتير جدا. هو بيبدأ يقطع اللحمة كده ويحطها لي، وانا بعد كده ايه، بكيس. طبعا انا كنت قاعدة قصاده كده اليمة التانية بالطشت، بنضف بقى الكرشة والممبار بقى. مرضتش طبعا اجيب الكلام ده، لان في ناس كتير مش بتحب الحاجات دي. بس عايزة اقول لكم، لما بتكوني مربية الحاجة في البيت بيبقى ليها ريحة تانية خالص وطعم تاني خالص يعني، ولا ليه ريحة وحشة ولا الكلام ده خالص. اهو بيقطع بقى هو اللحمة كلها، وبعدين انا لما بخلص طبعا ايه، بوزن بقى وبكيس وبننزل نوزع يعني. وهي حاجة بسيطة جدا يعني، بس الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نعمل حاجة، وربنا ما يقطع لنا عادة ابدا، لا احنا ولا انتوا يا رب. وبتبقى حاجة ايه يعني. عايزة اقول لكم بقى، يوم عيد بالنسبة للولاد اللي هم بيقعدوا يتفرجوا بقى على الحاجات والذبيح والكلام ده كله، بيبقوا كلهم آه واقفين بقى منتظرين كل حاجة، وايه ده وايه ده وايه ده، بيقرفوا صراحة الجزار. ايه ده يا عمو، ايه ده يا عمو، ايه ده يا عمو. فهو بصراحة يعني عنده طولة بال للولاد. أهو خلاص، هو خلاص قرب يخلص. عايزة اقول لكم ان هو من الناس الحمد لله يعني، ان هو بينضف لي الراس. بيسلخها بطريقة كده معينة، انا صراحة ما بعرفش اعملها خالص. فهو عشان زي ما بقول لكم عارفنا وكده، فبيسلخها لي، ويمكن هوريها لكم دلوقتي اهو. ابني جابها اهو، وهو هيعملها، طلع المخ منها. وبصراحة ما بيخليش فيها اي حاجة. اسفة على التصوير بقى، ان هو بيتهز كتير كده، وان هو ابيض واسود. انتوا طبعا عارفين هو ابيض واسود ليه،
عشان خاطر الفيديو ما يعني ايه في دم يعني، فانا مش عايزة ايه يبان. آه، اهو بصوا ليه طريقة طبعا بيخفيها الجلد من اللحم نفسه، من لحم الراس يعني. وعايزة اقول لكم ان اول سنة اعمل الراس والكرشة والحاجات دي بصراحة ربنا يعني احنا كنا مفتقدين الكلام ده. طبعا انا نضفتهم كويس جدا وكانوا زي الفل صراحة. نبدأ بقى، بصوا بيشيل طبعا. انتي لو بتعمليها بتغلي مية وبتبدأي تعملي ايه وتشيلي ايه الشعر موال كده، موال. عارفة اللي مش حابب الحتة دي ممكن يجريها، او في ناس مش بتحب الكلام ده يعني. طبعا هو بالنسبة له شغل ايديه يعني وفاهم في اللي هو بيعمله، فبيبقى الموضوع بالنسبة له سهل كتير عن ما انتي تقعدي تعملي. فهو عارف ان انا ماليش في المواضيع دي، فبصراحة هو كتر الف خيره. انا باجي عليه في الحتة دي اهو. بصوا اهو كده خلص كل الجلد، هيبدأ كمان يخليلي اللحمة من الراس والله العظيم. يقطع طبعا الودان ملهاش اي لازمة اهو. بصوا افتح بقى ايه كده والحمد لله ان ربنا قدرنا وعملنا الحمد لله اي حاجة يعني. اي نعم هي بسيطة، بس ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. وطبعا يوم عرفة ما يتفوتش، لان هو يوم في السنة، وربنا يعني بيبقى المشهد عظيم جدا. ف يا رب كل حد دعا بحاجة ربنا يستجيب له. وتاني عايزة اقول لكم دعوة حلوة منكم لطلاب الثانوية العامة، ان ربنا يصلح حالهم يا رب وينجحهم جميعا ويكبر بخاطرهم وخاطرنا يا رب. اهو بصوا بقى بيبدأ ايه، بصوا هيكسر الراس كده عشان يطلع المخ منها. لا ديت حتة لحمة راس بيعملها يعني. على فكرة عملتها بطريقة حلوة قوي، لحمة الراس والكرشة. كان نفسي اصورها بس برضو ما حبيتش يكون، ممكن يكون ناس كتير مش بيحبوا الكلام ده، عشان ايه اه مش عارفة يعني. هيبدأ هو يطلع المخ وكده. دي كانت اخر مرحلة في في الذبيحة يعني. بنزل بقى هوي اللحمة شوية وببدأ ان انا ايه اوزن واكيس ويروح لصاحب نصيبه يعني. طبعا معايا فيديوهات كتير متصورة للعيد وكده، وان شاء الله هنزله لكم واحد واحد. كان طبعا عندي ايه يعني كنت متأخرة في الفيديوهات، بس الحمد لله ربنا ايه كرمنا يعني، ونبدأ بقى ايه نشتغل تاني وكفاية كسل بقى. بس خدت الكبدة بقى والفشة والقلب والكلاوي ونزلت عشان اعملهم. عملت شوية بصل كده حلوين جدا، ونزلت بحتة ليا حلوة، مش ليا بقى يعني دهنة ضاني كده بتبقى ليها طعم تاني خالص. هنا هو كان بيشيل الجوهرتين اللي هما العينين يعني، لان احنا برضو مش بصراحة كان بيشيلهم عشان العيال عايزين يلعبوا بيهم. فاهو زي ما انتم شايفين وكده خلاص اهو. دي الفشة والكبدة والكلاوي والقلب. قلت اما اعملهم بقى ايه ناكلهم كده على طول، بحبش احطهم في الفريزر ابدا. قطعتهم ونزلت بحتة دهنة كده، ونزلت بالبصل، ونزلت بقى ايه بالفشة الاول، وبعدين الكلاوي والقلب، الحاجات ايه على حسب بتستوي ازاي. وحطيت بهاراتي وكانت اكلة زي العسل. عايزة اقول لكم كل الف سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. اهو نزلت بقى باخر حاجة الكبدة وبعد كده الفلفل، وده كان الشكل النهائي. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.